والسلام عليكم كده حلقه جديده من مزمزه الكوره تقديم ابو زيزو. باذن الله تعجبكم فيديو جديد من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله 28 وكمان ما قبل الجوله 29. حقيقي الصراحه ما بقتش عارف الكابتنه يعني عايزه مننا ايه بعد ما كان صراحه الاوبشن الاول في الكابتنه ضد نوتنجهام، بعيدا طبعا ان ماتش نوتنجهام ده كان صعب جدا على ليفربول، بس محمد صلاح كمان ما كانش جاهز وما لعبش الماتش ده. هالاند صحيح جاب جون بس جابه في الاخر كده، حسيت يعني هو الماتش اصلا كان 2-0 فودن جاب جونين وعمل اللي عليه. هالاند الجون يعني حرفيا هديه ليه كده يعني، وضيع فرص كتيره يعني مش عارف يعني ليه بيحصل معانا كده. سيبك من كل ده بقى وخلينا نخش على الماتش بتاع ارسنال. الماتش بتاع ارسنال اللي احنا كنا عايزين نكابتن فيه ساكا، يروح ارتيتا يعني الماتش الشوط الاولاني مش عارف يخلص مثلا بتاع 3-4، ساكا ما يعملش غير اسيستين. يعني احنا كنا متوقعين يعني يا عم جيب اي جون، يا عم اي حاجه. نلاقي بقى ما بين الشوطين ان ارتيتا اصلا يسحب ساكا ويطلعه بره الملعب. حقيقي انا زهقت من الكابتن، انا مش عارف يعني، يا ريت تظبط معانا الجوله دي. كالعاده النهارده الفيديو بتاعنا هيتكون عن جزئين. الجزء الاول ايه الماتشات المستضافه وايه اللعيبه اللي انت عينك عليها، الجزء الثاني هو جزء الكابتن. هندمج كده جولتين 28 و29 مع بعض، وخلينا الاول نتكلم كده كلام عنهم، والكلام ده كنت اتكلمته في الفيديو اللي فات. الدبل بتاع بورنموث ماتش ضد شيفيلد وماتش ضد لوتون، فشايف ان هو الدبل هيكون سهل نسبيا بالنسبه للاعيبه بورنموث. اما بقى بالنسبه للوتون في الماتش الثاني بتاعهم ضد كريستال بالاس. عارف طبعا عموما في الفانتزي الفتره دي في اصابات كتيره، في لعيبه كتيره مش جاهزه، ففي ناس كتيره بتفكر مثلا ان هي ممكن تعمل وايلد كارد وانا منهم. فانا شايف ان الوايلد كارد ممكن يكون حل، وفي نفس الوقت اللي انت مثلا الجوله 28 دي تجيب فيها مثلا 2 لعيبه من بورنموث تجربهم، ولو عايز تجيب مثلا لعيب من لوتون وبعد كده تبقى تغيرهم او تحطهم على الدكه ولا حاجه. هي دي الطريقه يعني، اللي انت لو انت عايز تجيب اي لعيبه من الفرقتين دول، بس انت طبعا ما تكسرش تغييرات وما تعملش مثلا سالب ولا حاجه عشان الدبل ده يعني ما يسالش خالص. اما بقى بالنسبه للجوله 29، فطبعا الجوله 29 مفيش اي حل غير فري هيت، الا بقى لو انت ظابط فرقتك. بس انا يعني اشك ان انت تبقى ظابط فرقتك، خصوصا ان في 4 ماتشات بس هي هتتلعب. خلينا كده نتكلم عن الخيارات بتاعت بورنموث. طبعا لما نيجي نتكلم عن بورنموث فمفيش غير اسم واحد اللامع، وهو المهاجم دومينيك سولانكي. سولانكي اللي مسجل 14 جول في الدوري الموسم ده لحد دلوقتي ضد شيفيلد على ارضه وضد لوتون. وشيفيلد زي ما احنا شفنا الماتش فات ضد ارسنال على ارضه خسر ازاي. وشيفيلد حاجه غريبه يعني، ساعات في ماتشات تلاقيهم يعني دافعين جامد وواقفين على رجليهم وماتش يكون صعب وممكن كمان يسجلوا، في ماتشات تانية اللي هم يكونوا حرفيا فاتحين على البحري. فهل سولانكي لما يجي يلاعب شيفيلد على ارضه وبعد كده يلاعب لوتون على ارضه، هل ده يكون خيار كابتنه؟ خلينا ما بقولش ان ده خيار كابتنه، هل ده يكون خيار اللي احنا نفعل التريبل كابتن الجوله دي؟ عارف ان هو قرار مجنون شويه ان انت تكابتن سولانكي ضد الماتشين دول، وسولانكي كان كمان في الكلام الجوله اللي فاتت ان هو اصلا مش جاهز بس لعب الجوله اللي فاتت عادي. فانا مش عارف يعني خصوصا ضد شيفيلد، هل ممكن مثلا مدرب شيفيلد قصدي مدرب بورنموث بين الشوطين يطلع سولانكي مثلا ان هو يكونوا متقدمين جامد فيطلعوا يريحوا؟ انا مش عارف الصراحه. فانت كده وقلبك كده واحساسك يعني، شوف هل يعني عايز تفعل او تريبل كابتن وتاخد الخطوه المجنونه دي ولا ايه بالظبط. بعد سولانكي في لعيب اكتر لعيب بيشوط جوه منطقه الجزاء واكتر لعيب بيصنع فرص لبورنموث، وهو تافيرنيه. في طبعا لعيب الغاني سيمينيو. بالنسبه لحراسه المرمى في بورنموث ففي نيتو اللي عامل 6 كلين شيت الموسم ده. نيتو الجوله اللي فاتت جاب 8 نقط فكان كويس، فممكن طبعا يعني على الاقل ماتش من الماتشين، يعني ممكن ماتش لوتون صعب شويه، ممكن لوتون هتجيب فيهم، بس ممكن في ماتش شيفيلد يعمل كلين شيت. نيتو مثلا لو انت عامل وايلد كارد، لو انت هتعمل وايلد كارد فممكن مثلا تجيبه وبعد كده الفتره اللي بعديها يكون مثلا احتياطي. خلينا كده نتكلم عن اكتر اللعيبه عملت فرص واكتر لعيبه كانت خطيره لبورنموث في الخمس جولات اللي فاتوا من جوله 22 لجوله 27. خلينا كده نبدا باللعيبه اللي كانت اكتر خطوره. سولانكي كان اكتر واحد، بعد كده تافيرنيه، بعد كده سيمينيو. سولانكي عمل 12 شوطه وتافيرنيه 11، مش فرق كبير قوي، وكانت 4 فرص محققه لسولانكي. اما بقى بالنسبه لصناعه الفرص فتافيرنيه زي سولانكي بصناعه 7 فرص، وكمان تافيرنيه كان صنع فرصتين محققين مقابل فرصه واحده لسولانكي. ودول حرفيا بقى اكتر 4 لعيبه اللي بورنموث جابوا نقط في الجولات اللي فاتت، سولانكي وسيمينيو وفي كوك وفي نيتو عمل 15 نقطه في ال5 جولات. فطبعا يعني دي معدل 3 نقط مثلا ولا حاجه، بس انا بنقول يعني لو انت هتجيبه وايلد كارد ولو هتحطه على الدكه فده
يعني ده الخيار الوحيد انك ممكن تجيب فيه نيتو. انا شايف كفايه كلام عن الدبل ده وكفايه تركيز عليهم. يعني هو دبل اصلا يعني ممكن ما يكونش مستاهل، وممكن احنا عاملين ضجه عليه على الفاضي، فكفايه ان احنا اتكلمنا على بورموس. لوتون مفيش كلام فيه، وخلينا يعني خلاص بقى ننتقل اللي بعد كده. نيجي للجزء الثاني من الفيديو، هو جزء ايه الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي انت عينك عليها. وكالعاده زي ما قلت احنا بنتكلم على الجولتين 28 و 29 مع بعض، فالماتشات اللي هنتكلم عليها سواء من الجوله دي او الجوله دي. نبدا اول ماتش فيه وهو ماتش ارسنال ضد برينتفورد. ارسنال حرفيا في فورمه يعني غريبه، فورمه يعني ارسنال عمال بيكسب 6 و5 و4 و5 تاني، مش عارف يعني في حاله جنون كده من لعيبه ارسنال وارتيتا، اللي هو عايزين يوضحوا ان هم يعني احنا بننافس على اللقب ويعني ماسكين فيه بايدينا واسناننا، مش هنسيب اللقب. اول ماتش هنتكلم عليه هو ماتش ارسنال ضد برينفورد. برينفورد اللي احنا كنا بنقول عليه ساعات ان هو فرقه غلسه، بس حرفيا ارسنال بياكل الكل. ارسنال مفيش فرقه قدامه وبيسيبها كده عادي غير لما يجيب فيها سكور. كمان بقى اللي يضيف لكده ان برينفورد كان في اخر 4 جولات اتعمل قصادهم 18 فرصه محققه، اكتر فريق استقبل فرص محققه عليه. من ارسنال طبعا في الاسامي يعني المعروفه يعني فمش هنتكلم عليهم، بس في بقى اسم كان الكل بيتريق عليه وكان الكل حرفيا يعني كل ما ارسنال يخسر يمسكوا فيه هو ايوه مظبوط كده هو شحن رئيسي. ايوه مظبوط كده هو كاي هافرز. هافرز حرفيا في اخر 4 جولات او اخر 3 جولات مفيش ماتش بيعديه غير ان هو يجيب فيه جون ويعمل فيه اسيست. كاي هافرز في اخر 4 جولات عمل 43 نقطه، هو تاني لعيب من لعيبه ارسنال، تاني اعلى لعيب من لعيبه ارسنال بعد سيكا اللي عمل 46. حرفيا عينك على كاي هافرز ان هو في فورمه دلوقتي. لعيبه ارسنال كلها فورمه، بس عينك على كاي هافرز وعينك كمان من ارسنال انك تجيب حد من قلوب الدفاع سواء جابرييل او صليبه في الماتش ده. ومتوقع جدا ان هو جابرييل ممكن يكون احسن شويه في الرأسيات. ساكا يا جماعه محدش مثلا يعني يستعجل ويبيع ولا حاجه، ساكا جاهز. الماتش اللي فات بس طلعوه عشان يريحوا الماتشات اللي جايه، فساكا المفروض ان هو جاهز بنسبه 100%. الماتش هتكلم عليه هو ماتش توتنهام ضد فولهام. طبعا ده ماتش توتنهام الثاني عشان في جوله 29، عشان توتنهام في الجوله 28 عندهم ماتش ضد استون فيلا. طبعا سون رجع وسون في فورمه كويسه جدا. الماتش اللي فات هو اللي كسبهم الماتش، وكمان بعد اصابه ريتشارلسون فشايف في لعيب يكون عينك عليه وهو تيمو فيرنر. تيمو فيرنر اكيد هيلعب الماتش ده يعني سواء كمهاجم او سواء كجناح، عشان سون مش عارف بالظبط هيبقى توظيفهم عامل ازاي، بس تيمو فيرنر اكيد هيلعب الماتش ده فبرضه عينك عليه. الماتش اللي هتكلم عليه وهو ماتش وست هام ضد بيرنلي. وست هام شايف ان هي الفتره اللي جايه لو احنا بصينا على الجدول بتاعهم فممكن ماتشاتهم مش لذيذه، بس يعني الماتش ده هيكون سهل. بون في فورمه، بون في الماتش الاخير ليه على ملعبه كان جات فيه هاتريك، فانا متوقع طبعا ان هو يعمل اي حاجه قصاد بيرنلي. طبعا مع بون في عينك على محمد قدوس. واخر ماتش بقى هنتكلم عليه قبل كلامنا عن القمه وهو ماتش يونايتد ضد ايفرتون. اول ماتش في الجوله على ملعب يونايتد، فممكن يونايتد يعملوا اي حاجه. يونايتد ضد السيتي كان عملوا شوط اول ممتاز وكانوا كسبانين، بس الشوط الثاني طبعا وقعوا وكان السيتي يعني عمل عليهم فرص بالهبل. هو عموما يعني في الماتش كله، بس يونايتد واضح ان هم عايزين يعملوا اي حاجه مع اصابه رامسيس هويلاند، بس راشفورد وجرناتشو ممكن يعملوا اي حاجه، وطبعا برونو فرنانديز. واخر ماتش بقى هو ماتش القمه، ماتش ليفربول ضد مانشستر سيتي. ماتش القمه المنتظره، الماتش المنتظر، الماتش هيحدد وهيقرب كل فريق من الدوري اكتر. طبعا مش هو ده الماتش اللي هيخلص الدنيا، بس الماتش ده هيقرب كل فرقه من الدوري، وماتش حرفيا لكل فرقه ب6 نقط. يعني اللي هيكسب هياخد 3 نقط وهينزل الفرقه الثانيه 3 نقط. واخر بقى ماتش عرفنا ان محمد صلاح جاهز، نزل في اخر ربع ساعه في الماتش بتاع الدوري الاوروبي، فواضح جدا ان محمد صلاح اكيد او بنسبه كبيره، انا شايف ان هو اكيد يعني ان بنسبه 100% ولا 150% كلوب هيبدا بيه في ماتش السيتي. عينك طبعا على محمد صلاح، عينك على الدوري انه نازل فورمه رهيبه الفتره اللي فاتت. كسب ليفربول في اخر ماتش في الدوري في اخر دقيقه ضد ماتش بتاع نوتنجهام، كمان في الماتش بتاع الدوري الاوروبي اللي فات جاب جون عالمي. فنونيز حرفيا في ماتش قمه زي ده هيكون عايز يثبت نفسه اكتر. بالنسبه للسيتي انا كان توقعي واحساسي كان صح في الماتش اللي فات، ان هو حسيت واحد من فودن او الفاريز هيلعب دكه، والفاريز فعلا كان دكه. بس مش عارف بقى الجوله دي هل الفاريز ممكن يبدا بيه مثلا على حساب دوكو ولا هيكون ايه الدنيا بالظبط. ما اظنش برده ان هو هيجامل، هو الماتش اللي فات ما جاملش ضد يونايتد، فما بالك بقى قدام ليفربول هيعمل ايه.
فعينك طبعا على فودن المستمر في تألقه، وطبعا ده غير بقى الاسامي العاديه هالاند ودي بروين وبقيه لعيبه السيتي. وفي بقى لعيب مهم بيكون تخصصه الماتشات دي، لعيب كده مزاجه وكيفه ان هو ممكن معظم الموسم او مش معظم الموسم، هو مزاجه وكيفه ان هو يظهر في الماتشات الكبيره وان هو اللي يصنع الفارق. وهو طبعا اكيد واضح من كلامي اللي انا بتكلم على رودريجو. ممكن تلاقي الماتش ده انت مستني من هالاند وفودن بقى وصلاح ومعرفش مين هم دول اللي يعملوا اي حاجه، في الاخر رودريجو هو اللي يجيب جول مثلا يخلي السيتي يكسب بيه في الاخر ويجيب هو اعلى نقط وياخد 3 بونص ويكون هو عريس الليله. ونيجي بقى لجزء الكابتنه، وطبعا هتكلم عن كل كابتنه وكل جوله لوحدها. خلينا كده نبدا طبعا بالكابتنه المضمونه والكابتنه اللي انا قلت عليها، وهي كابتنه سولانكي في الدبل ده. هو احسن كابتنه تقريبا، وبعد كابتنه سولانكي انا شايف انك تكابتن حد من ارسنال سواء ساكا او اوديور. اما بقى بالنسبه للكابتنه الديفرنشال بتاعت الجوله دي، فشايف انك لو انت عايز تكابتن مثلا هافرز من ارسنال، او عايز تكابتن بوين في الماتش بتاعه ضد بيرنلي. ولو انت بقى مزاجك كده انك تكابتن حد من الماتشات القويه اللي في الجوله ومن القمم بتاعت الجولات، فشوف عايز تكابتن محمد صلاح ضد مانشستر سيتي ولا انك تكابتن الغول ايرلينج هالاند ضد ليفربول. اما بالنسبه للجوله 29 فهو حرفيا مفيش غير ماتش واحد انك ممكن تكابتن منه حد، وهو ماتش توتنهام ضد فولهام، وانك تكابتن فيه طبعا سون، ولو عايز كابتن ديفرنشال انك تكابتن مثلا تيمو فيرنر اللي هو عندك يعني. بس كده انا نكون وصلنا لاخر الفيديو، وحابب برضه استعرض لكم نسب الكلين شيت المتوقعه للجوله 28. طبعا الجوله 29 لسه النسب بتاعت الكلين شيت بتاعتها ما نزلتش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله. ومستني كده توقعاتكم يعني واحساسكم مين هيكسب القمه ما بين ليفربول ضد مانشستر سيتي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.